السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية حبايب قلبي. النهارده حبايبي جايين هنعمل مع بعض صينية الكفتة التحفة دي. بقول تحفة علشان فعلا طعمها حلو جدا. وكنت عاملة جنبها الرز البسمتي الكداب بتاع الفيديو اللي فات، بس مستوية حلوة جدا، والطعم مش الشكل بس، والطعم تحفة. حبايب قلبي اتمنى تجربوها وتعملوها معايا. وكمان ده غير كده، دي رمت معايا النص كيلو لحمة مفرومة، رمى معايا الصينية اللي انتوا شايفينها والطبق ده. الكمية بتاعتها حلوة جدا. اتمنى يا حبايبي اللي يتفرج على الفيديو ما ينسانيش، اللي مش مشترك في القناة يشترك، ولايك وشير كتير يا حبايبي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي ونسمي باسم الرحمن. معانا نص كيلو لحمة مفرومة، معانا حتة ليا او حتة دهن اللي عندك، معايا نص كوباية برغل اكون طبعا منقيه حلو جدا وغسلاها وهنقعها في مية سخنة. خلاص. معايا بصلاية متوسطة مقطعاها بالمنظر ده. التوابل بتاعتي كزبرة ناشفة، فلفل اسود، بهارات كفتة، ملح، فصين توم مهروسين. عايزة تحطي توابل تاني غير دي انت ايه، انت قادرة، دي حرية شخصية. انا هو دي التوابل اللي انا حطيتها حبايبي. خلاص هننزل عليها. لا مش هننزل عليها حبايبي، هنفرمهم فرمة حلوة عشان البصل يتفرم معانا قبل ما نحط اللحمة. هنكون بقى مصفيين البرغل بتاعنا، هنصفيه من المية بتاعتنا حلو جدا عشان ما يبقاش فيه مادة ايه سايلة. خلاص هننزل بالبرغل كده على الايه، البصل والتوابل، وبعد كده اللحمه. يا ريت تجربوها الوصفه دي يا حبايبي. والكمان الرز البسمتي الكداب طعمه كان حلو جدا فعلا، مش بقولها كده حبايبي. هننزل ايه باللحمه وحته اللية او الدهن اللي عندك. معايا معلقه بيكنج باودر، معايا معلقه نشا. بيكنج باودر معلقه صغيره، وبرضك حطيت بصراحه معلقه نشا صغيره. هنفرمها فرمه حلوه. كل ده طبعا كله يبقى مع بعضه حبايبي. اتمنى حبايب قلبي تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. اوعوا تنسوني باللايك. خلاص هنحطها كده في البوله وهسيبها في التلاجة ربع ساعه نص ساعه، قيمه ما هقطع الخضار اللي هعمله في الصينيه. خلاص يا حبايبي، الخضار بتاعنا بصلايه كبيره مقطعاها طرنشات، فلفل اخضر، فلفل احمر، كل حاجه منه قرن. ما فيش عندك قرون فلفل اخضر الرومي العادي حطي، فلفل اسود معلقه صغيره، حبه ملح. انا بصراحه بحب الفلفل الاسود والملح مع اي بصل. ودي بردك بهارات الكفته. كل ده هدعك الايه، كل الحاجات ديت بالفلفل والملح. هرصها كده رصه حلوه. هجيب بقى ايه الكفته بتاعتي او اللحمه المفرومه بتاعتي، حبه زيت حبه ميه اصبع بيها الكفته. معايا جبت عصايتين من بتوع الشيش طاووق اللي احنا بنعمل فيهم الشيش طاووق. هنصبع كده عليهم الايه الكفته. هنرصها بالشكل ده. ما فيهاش اي حاجه، حاجه سهله وبسيطه. والخضار ده بيبقى طعمه حلو جدا. طبعا الكفته طبعا والدهن او اللي بيبقى فيها تنزل الطعم ايه عليه بتخليها تحفه. وهنعملها دلوقتي بطريقه حلوه جدا. خلاص. وبصي في دي معايا الكميه دي رمت معايا ولا ما رمتش؟ نص كيلو عمل لنا الايه الكميه الحلوه دي. هجيب معلقه صلصه، هحط نص معلقه بهارات الكفته اللي انا حطيتها في الاول، حبه فلفل اسود، معلقه زيت. وطبعا احنا متبلين الايه الخضار بتاعنا او الفلفل بتاعنا والبصل بالملح والفلفل، فما حطيتش ملح عشان كده، عشان ما تحتقش معانا يا حبايبي. قلبته تقليبه حلوه. اجيب الفرشه بتاعتي، كل ده هيدهن ايه من فوق الوش كده. هدين الكفته بتاعتنا بالمنظر ده. المسحه بتاعت الصلصه دي بتديها طعم حلو جدا، وتحت الشوايه بقى بتديها بردك لون خطير حبايبي. خلاص خلصت الكفته وهدهنها الدهنه الحلوه دي. هزود حبه الصلصه اللي فايضين معانا، حبه ميه، وهنقلبها كويس جدا. وهنحطها في الصينيه، هنرش الصينيه بيها. ليه؟ علشان بردك لما نحطها في الفرن
الخضار بتاعنا يستوي، البصل والفلفل. هنكون مسخنين الفرن وحاطينها في الرف التحتاني ربع ساعة، قيمة ربع ساعة. وبعد كده اهو هنحطها على الشبكة في الرف الوسطاني قيمة نص ساعة كمان. وبعد كده نفتح الشواية عشان تاخد اللون اللي احنا بنحبه. بقية الكمية عملتها كده، ما صبعتهاش، عملتها كور وبالمنظر ده. هقليها في الزيت. ممكن انت تعملي الكمية كلها وتقليها في الزيت بردك، بتبقى طعمها حلو ومش وحش. بس انا عملتي ايه، حبيت اوريكم دي طريقة ودي طريقة. بس الكمية اللي فضلت قلتي بدل ما اصبعها واعملها صينية، لا، قليتها في الزيت يا حبايبي، وطلعت بردك طعمها حلو جدا. يتعمل بقى جنبها قلنا الرز البسمتي الكداب، والله كان طعمه حلو جدا يا حبايبي، يا ريت تجربوه، اتمنى تجربوه، هيعجبكم جدا. بصي اتحمرت بالشكل ده. خلاص هطلعها وهكون الصينيه بتاعتي اتعملت. بصي المنظر بتاعها، مش شكل بس، وفعلا طعم. وكنت عامله قلنا اليوم ده الرز البسمتي الكداب. بصراحه اولادي بقوا يقولوا حلو جدا، والطعم اكني فعلا رز بسمتي، وما فيش مستويه، والشكل تحفه، والطعم احلى. حبايب قلبي، اتمنى اللايك وشير كتير، واللي مش مشترك في القناه اتمنى يشترك يا حبايب قلبي. وزي ما انتم شايفين الكميه حلوه جدا. البرغل لما بيتنقع بيديني كميه للكفته حلوه جدا. خلاص يا حبايبي، هسيبكم في رعايه الله.